تعالوا النهارده نعمل كيكة خطيرة خطيرة، الكيكة المقلوبة بالبلح، كيكة كده تحفة. هي شتوية بامتياز، لكن هي تتاكل كل أوقات السنة، لأن أنا بخزن البلح اللي أنا بعمل بيه الكيكة دي في الفريزر وبعملها طول السنة من كتر ما هي رائعة، وهتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نبتدي الوصفة الشيك قوي بتاعتنا. هنحتاج مبدئيا البلح السميني، او ان بيسموه البلح الاسود، يعني انا اللي هو البلح الاسود ده زي ما انتم عارفين هو البلح السميني. مبدئيا بحطه كده بس في ميه، عشان بس يبقى سهل تقشيره واقشره. وبعد ما اقشره زي ما انتم شايفين كده ابتدي احط عليه، ابتدي اقسمه نصين واركنه على جنب. اجيب الصينيه بقى اللي انا هشتغل فيها. مبدئيا دي الصينيه مقاس 28. بحط فيها الزبده بتاعتي. اول حاجه بسيح فيها الزبده، يعني انا بكرمل السكر بتاعي جوه الصينيه. بعد ما بكرمله ارفع بس كده هو الزبده على الجوانب بس عشان اتاكد ان الكيكه مش هتلزق، واجيب كوبايه سكر وابتدي اكرملها كده بالراحه فوق الزبده. بعد ما تتكرمل كده يبقى لونها ذهبي، بس هي يعني مغمقه شويه في الكاميرا، بس هي طبعا بيبقى لونها ذهبي وبيبقى افتح من اللون اللي انتوا شايفينه في الكاميرا. ابتدي احط بس نقطتين ميه، واول خلاص ما اتاكد ان الدنيا ان السكر اتكرمل، وابتدي اوزع السكر المكرمل في الصينيه كلها. اتاكد ان هو اتوزع، ابتدي بقى اجيب البلح بتاعي وارصه على ظهره كده زي ما انتوا شايفين، يعني يبقى ظهره هو المتقشر ده هو اللي في ظهر الصينيه. وبعدين بقى ابتدي احضر الكيكه بتاعتي. كيكه سهله وبسيطه جدا، وعلى فكره هي الكيكه دي اللي انا هعملها تنفع كيكه في كل الاوقات، مش لازم الكيكه تعمليها لكيكه البلح، يعني كيكه جميله وان شاء الله مضمونه بنسبه 100%. 3 بيضات، عليهم كيس من الفانيليا، عليهم كوبايه وربع سكر. وابتدي بقى اضرب كويس قوي بمضرب البيض بتاعي لحد، يعني ممكن طبعا تستخدمي المضرب اليدوي، المهم ان هو يتضرب لحد كده يبقى الخليط ابيض كده وجميل كده وهش. ابتدي بقى بعدين اجيب كوبايه، نص كوبايه زيت ومعلقه زبده او معلقه سمنه بلدي براحتك، يعني المهم ان هي معلقه حلوه كده، يعني معلقه زبده ومعلقه سمنه بلدي. وبعد ما اضرب كويس قوي ابتدي اكون حاطه معلقه خل، معلقه واحده بس. خلي يا جماعه بيساعد ان لون الكيكه يبقى فاتح، وبيساعد ان ينفش الكيكه يعني. اكون بقى محضره كوبايه لبن بتاعتي. انا بستخدم يا جماعه لبن دافي، يعني بدفيه كده 5 دقايق بس في الميكرويف، مش سخن ومش طبعا ما ينفعش يبقى ساقع يعني. كده اضيف كوبايتين من الدقيق عليهم معلقتين من النشا. ابتدي اضيفهم بالتدريج، كوبايتين دقيق عليهم معلقتين نشا. كوبايه، يا اما كوبايه معياريه يا اما الكوبايه اللي انت عامله بيها كل المقادير بتاعتك، نفس الكوبايه يعني. وانا بضيف البيكنج باودر اخر حاجه في الكيكه عشان اقلب الكيكه براحتي وابقى حره فيها، فبضيف البيكنج باودر اخر حاجه. استخدمت كيس كيك شيف، انا بحب كيك شيف جدا بصراحه، بس طبعا اي بيكنج باودر واثقه فيه تستخدميه. كده خلاص خليط الكيك بتاعي خلص. ابتدي بقى اضيفه على خليط البلح بتاعي. طبعا اكون في الوقت ده شغلت الفرن على درجه حراره 180 زي اي كيكه عاديه خالص. يدخل الفرن على درجه حراره 180. بس اهم اتاكد بس ان خليط الكيكه بتاعي اتعمل كويس. اهي طلعت بقى. بتقعد الكيكه في الفرن حوالي ساعه الا ربع، مش اكتر من كده. اول ما تلاقيها استوت وتدخلي فيها السكينه تاكدي ان هي استوت خلاص، تبقى هي كده استوت. اول ما تطلع كده ابتدي يعني احاول افكفكها كده افككها من الجوانب وتتقلب على طول. الكيكه دي يا جماعه لازم تتقلب على طول، ما تاخدش اكتر، يعني تسيبيها بس تهدى 5 دقايق وتقلبيها علشان الكراميل والبلح ما يلزقوش في ظهر الصينيه، في قعر الصينيه. فتخلي بالكم. اهي انا هنا قطعتها على طول، ما استنيتش لما تبرد حتى. بصوا الجمال والشياكه، خطيره والله، خطيره خطيره خطيره. طعم الكراميل مع الزبده مع البلح جميل جدا، خليط رائع. هتعجبكم جدا ان شاء الله لما تجربوها، هتبقى الكيكه الرسميه بتاعتكم. ويا رب اتمنى تجربوها، اتمنى تعجبكم، وبالهنا والشفا.